لو بتحاول تحل مشاكل حبيبك فخليني اقول لك مبروك، علاقتكم في خطر. محتاج تكون فاهم كويس ان مزاج حبيبك الوحش مش مسؤوليتك، بغض النظر بقى ان يومه صعب، زعلان، متوتر. وانا عارف كويس انك بتحبه وبتخاف عليه، بس دي مش مشكلتك انك تحل له المشاكل دي. في جزء منك ممكن يكون فعلا عايز يحل ده علشانه، لان الحاجات دي ضايقته ولان حزنه بيضايقك، بس يمكن كمان عشان ده بيخوفك انه يبعد او يسحب نفسه او انك تخسره، فتقوم تقول لنفسك لو لحقت احل كل حاجه هيفضل جنبي، كده انا كويس، كده انا في امان. بس الحقيقه لا، اللي بتعمله ده اسمه اعتمادية مشتركة أو codependency، وده علشان الحب الحقيقي مش معناه إنك تبقى مسؤول عن مشاعر شخص تاني. اللي أنت محتاج تعمله إن في اللحظات دي تفصل مشاعرك عن مشاعره واديله فرصة يعتمد على نفسه، وخليك فعليا مصدق إنه قادر يتعامل مع اللي بيمر بيه. طبعا 1,000,000% تكون صبور معاه وطيب وبتدعمه وحنين، بس افتكر إنك دورك إنك تكون موجود لو احتاج مساعدتك، مش إن أنت تحلله مشاكله. بس ما تبقاش انت اللي منكد عليه واقف من بعيد تتفرج وعامل نفسك مش من هنا. تمام كده؟ تمام.